السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني اوي اوي اوي. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل نسميه عيش باللحمة، عيش بالفراخ، حواوشي بالفراخ، حواوشي باللحمة، هنسميه زي ما انت عايزة. بس انا النهاردة هعمله بالفراخ. ليه بقى بالفراخ؟ لان انا عندي قطعتين فراخ كده في التلاجة، قلت ايه افكر اعملهم اي حاجة يعني. فمقاديرهم سهلة يعني، وحاجتهم موجودة عندي في البيت. عندي 3 كوبايات دقيق زي ما انتوا شايفين كده اهو، وباكو خميرة. 3 كوبايات دقيق وباكو خميرة. عندي كيس لبن بودرة كده. ممكن الاستغناء عنه عادي، مفيش مشكلة خالص، بس انا طبعا عشان احنا اللي هناكلها فلازم تبقى ايه، مغذية. فيها حوالي معلقتين متوسطين كده لبن في الكيس ده. حط معلقة صغيرة ملح، ومعلقة زيها سكر برضو، بس ايه يعني معلقة تبقى مثلا معلقة مليانة شوية. قلب كل المواد الجافة دي كده مع بعضيها، ونسمي كده بالله. ونقول عندي مية دافية دافية زي دمعة العين كده. حاولي ما تحطيش على المعجنات بتاعتك مية ساقعة او مية من الحنفية، دفيها بس يا دوب كده تبقى دافية كده زي دمعة العين، فتخلي الخميرة معاكي تشتغل بسرعة كمان. اوعي تحط مية سخنة، هتبوظ الخميرة. حطيها مية دافية فترة يعني زي ما بيقولوا. حطيت كوباية مية، هجيب كوباية كمان. وبرضو المية احطها شوية بشوية زي ما تعودنا، ان الايه على حسب نوع الدقيق، بياخد مية بيشرب مية ولا لا. خلاص كده اشيل بقى المعلقة وابتدي ايه الم العجينة كده بايديا اهو. ابتدي بس اعجن فيها شوية كده لحد ما تلم معايا زي ما انتوا شايفين. بقيت الكوباية التانية نصها بس اللي خدتها، ما خدتش تاني. بس نقطتين زيت كده عشان انعم العجينة. مش هحط زيت كتير، انا بحط نقطتين كده بس، ايه بتاع مثلا بتاع معلقتين حطها عشان العجينة بتاعتي تبقى ناعمة كده وحلوة، تفرد معايا بسرعة يعني ايه. الزيت بيخلي العجينة تفرد معاكي بسرعة. خلاص العجينة كده لمت عندي. ابتدي بقى ايه بس ايه اغطيها كده بشوية زيت كده عشان ايه الوش بتاعها ما ينشفش. بس كده. واجيب كيس بلاستيك كده واغطيها عشان مفيش هوا يدخلها خالص اهو. واحط عليها فوطة واحطها في مكان دافي. عامة لو بره حتى مش شرط فرن وبتاع، الجو حر اليومين دول فهتخمر معاك على طول يعني. هنسيبها بتاع حوالي نص ساعة. عندي زي ما انتوا شايفين كده حتة صدر فرخة كان محطوط في التلاجة اهو، شايف باين انها متحمرة اصلا كمان. محدش كلها لان ده صدر بيبقى ناشف شوية، فمحدش كلها. فضلت بقى محطوطة في الطبق كده في التلاجة. مين اللي هياكلها؟ مين اللي هتوجع سنان؟ مين هتعمل؟ مين؟ قلت والله انا استغل حتة الفرخة دي واعمل لها آه، عيش كده محشي احنا بنجيب عيش محشي باللحمة. لا انا هعملها محشي بالفراخ. عندي بصلة كده متوسطة، قطعتها كده مكعبات صغيرة، ومعلقتين زيت، وحطيتها على البوتاجاز بس مجرد ان الايه البصل بتاعي يدبل بس كده، مجرد انه يدبل. ابتدي احط عليه صدر الفرخة اللي انا عملته. حط بس معلقة ملح عليها بس عشان ماسكة التليفون، فهقول لكم على التوابل اللي انا حطيتها. حطيت بعد كده نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة بابريكا، بهارات شاورما عندي يعني، لو ما عندكش خلاص مش مشكلة. عندي بهارات شاورما حطيت معلقة برضو. خلاص كده العجينة بتاعتي خلاص كده خدت راحتها في الخمر، ما شاء الله بقت قد ابتدي بقى ألمها كده، افضي بس الهوا منها اهو. وابتدي اقطعها، اجيب صينية
مش شايفين كده ثانية واسعة، وادينا بس بزيت واقطع واحط على ايه على الصينية دي. احط بس معلقة زيت كده وادهنها كلها عشان لما اقطع العجينة عليها ما تلزقش. قطع العجينة في حجم ايه البرتقانة، مش الكبيرة، البرتقانة المتوسطة اهو، انتوا شايفين كده. فقد حجم البرتقانة، اللي عارفة البرتقانة اللي هي البلدي بتبقاش كبيرة اوي. شوفها بس تقطع كام حتة كده معانا، لان عايزة كل اتنين هيعملوا لي رغيف، واقولك ازاي ليه كل اتنين. اهو هقطع كده كله، واحاول ايه برضو ادهن وشها زيت كده من ارضية الصينية، اقلبها كده على وشها وبعدين اعدلها بحيث ان ايه تاخد بس من الزيت اللي في الصينية. قطعتها كده بصي طلعت كام قطعة، حوالي 8. التمانية دول هيعملوا لي 4 ترغيفة عيش او 4 أرغفة. هسيبها برضو على جنب كده شوية اما تخمر شوية ترتاح شوية، عشان ايه مع الفرد تتفرد معايا بسرعة. اهو خمر التاني، وابتدي بقى ايه اهوي واطلع منها بس الهوا كده واحدة واحدة كده اهو، زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. طلعت الهوا منهم كلهم عشان ايه اعرف اشتغل بيها. ما شاء الله يطلعوا 4 ترغيفة محشية بالفراخ او حواوشي، او عيش محشي بالفراخ زي ما بيسموه في المحلات كده. هدم بس ايه المفرش اللي عند السيليكون ده، ادهنه زيت وابتدي ايه افرد عليها العجينة كأنك بتفردي الفطير. بس الفطير هنعمله رفيع اوي، دي طبعا ايه هنفردها ما تبقاش رفيعة جدا ومش عايزاها متقطعة. افرد التانية، هعمل واحدة اكبر من واحدة، الكبيرة هحطها الاول عشان احط عليها ايه الحشوة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. هجيب بقى الحشوة بتاعتي اهو، الفراخ اللي انا عملتها مع البصلة كده، مع بص انا هي البابريكا باينة اهي فيها، مع شوية البهارات بتاعة الشاورما تديها طعم حلو. يعني انا عملتها بطريقة الشاورما. حط بقى شوية فلفل كده مقطعين، عندك فلفل الوان حطي مفيش مشكلة، انا معنديش بصراحة. حطيت فلفل اخضر اللي موجود عندي حطيته. فانا ايه الواحد ما بحبش عقد الدنيا، شوية زيتون اسود شوية زيتون اخضر اللي موجود عندك حطيه. هجيب بقى بصي اهو الرغيف التاني اروح حطاه على اللي عليه الحشوة، وابتدي الف الحرف بتاع العجينة، الف اللي تحت على اللي فوق عشان تتقفل ميفتحش من بعدين اهو. شايفين اهو قفلت ازاي كده، ادوس عليها جامد كده اهو. بصي فيها هوا ازاي من جوه، الهوا ده بيخلي الحشوة تتوزع جوه ايه الرغيف بتاعنا. خدت الرغيف كده حطيته على صاج برضو مدهون بزيت اهو، شايفة بيتزحلق ازاي عشان على زيت. هعمل واحد تاني عشان استغل الفرن بدل ما اسوي رغيف وحطيته على الصاج ده هياخد 2 رغيفين مع بعض اهو. خدت برضو 2 تاني اهو زي الرغيف الاولاني، واجيب الحشوة واحط اهو. ما شاء الله الله اكبر، والله صدر الفرخة عمل شوية حاجات محترمة اهو. شوية شاورما يعني ممكن تغمسيهم كده باش، ممكن تعملوهم سندوتشات عادية خالص. ما يعني استغلي الحاجات اللي بتبقى مركونة عندك في التلاجة، استغليها عشان حرام ان احنا نرمي حاجة يعني في الغلا اللي احنا فيه ده. خد برضو فلفل وزيتون، واجيب ايه الرغيف التاني واروح حطاه على على الحشوة بتاعتي، واقفل بنفس الطريقة اللي فاتت برضو
الحروف احطها على بعضيها اهو، وابتدي ابرم الحرف، ابرمه على بعض كده اهو. تبرمي حتة حتة كده. العجينة عشان طرية وفيها زيت فبتتعمل معايا بسرعة، يعني ما بتعصلكش يعني من الاخر اهو. بصي، بصي بقلب ازاي، تقلبي حتة حتة كده، عملية برم يعني. خلاص كده، خلاص كده اتقفل، واشيله واحطه جنب اخوه على الصاج. نكون مولعين الفرن بتاعنا عشان نحط على فرن ايه، على فرن سخن. اتفتحت شوية مفيش مشكلة خالص، مش هتعمل اي حاجة. نعم. مفيش مشكلة خالص. كل ده مع السوا كله هيتدار. اشيل بقى الرغيف كده على ايدي، اروح حطاها على الصاج جنب الرغيف، جنب الرغيف الاولاني اهو، وابتدي اخده ايه واحطه في الفرن لحد ما ياخد لون. واول ما تلاقي الوش بتاعه نشف شوية، جيبي البخاخة بتاعتك بتاعت المطبخ، بخاخة المطبخ اللي بتستعمليها للاكل، بس خلي بالك من الحتة دي. عندي شوية سمسم على شوية حبة بركة، حبة البركة كده، الاتنين محطوطين على بعض. قلت والله لا احط ايه، يديها شكل وطعم. السمسم وحبة البركة بيدوا طعم حلو اوي للعيش اهو. عملت الرغيفين الاولين حطيتهم في الفرن، وادي الرغيفين التانيين عملتهم بنفس الطريقة اللي فاتت، حطيتهم بس على صواني تانية صغيرة، كل واحد على صينية زي ما انت شايفة كده. بص المنظر تحفة بصراحة، يتاكل وهو ني. ايه رأيكم؟ بجد جميل 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 جميل، وان شاء الله الطعم يطلع اجمل واجمل. يلا بقى عايزين نشوف احلى لايكات بقى لحبايبكم المتابعين الغاليين حبايب قلبي اهو. طلعت اتنين اللي على الصاجة هم ما شاء الله، اديتهم بخة. بصي اهي، ببخهم كده عشان وشهم منشفش، واغطيهم عشان يبقى وشه طري، ميبقاش وشه ناشف، يبقى وشه طري، يعني مش طري معجن يعني، في قرمشة كده بسيطة اهو. شايفين المنظر؟ بقول لكم تصبحوا على الف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل، فيها تكملة بقى، الفيديو لسه مخلص. بصي الرغيف طري وحلو ازاي ما شاء الله، عشان غطيته وهو سخن فايه محتفظ بالطراوة بتاعته كده. بصي طري وجميل ازاي ما شاء الله، حلو اوي اوي بصراحة. شوية اللبن بودرة عملوا شغل جامد فيه. خدت الرغيف كده على طاوة، وقطعه حتى القطعة بتاعت البيتزا مهم. عشان اوريهولكوا برضه من جوه ودرجة السوا بتاعته عاملة ازاي. ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر. ايه الحلاوة دي، بسم الله ما شاء الله. ايه الحلاوة، بيتزا يا اخواتي، ناقصها شوية موتزاريلا بس وتبقى جامدة. بص الحشو بتاعها عامل ازاي ما شاء الله، والعيش استوى سوى رهيب بصراحة، جامد 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 بصراحة، حلوة اوي اوي، وطعمه بصراحة حكاية اهو. شايفين؟ بص الرغيف ما شاء الله يشبع، يعني ما اللي واحد ياكل رغيف ما ياكلش غيره ما شاء الله. بص منظره تحفة جد، جميل جميل جميل، حشوة باينة فيه، والعيش بتاعه مستوي سوا حلو وطعمه جميل جدا جدا اهو. ندلعهم بقى بشوية كاتشب بقى، اللي بيحب الكاتشب يحط، اللي مبيحبوش ميحطش اهو. موجودين ده رغيف، بسم الله ما شاء الله. شوف قد ايه، اللهم صل على النبي. بص الحلاوة، شفت الجمال والسوا. بص السوا بتاعه حلو قوي ازاي، وحبة السمسم وحبة البركة طبعا ادوله شكل تحفة، وهيبقى طعم احلى طبعا. حبة البركة جميلة جدا اهو. ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر.
يلا بقى اللي مشتركش في القناة يشترك، عشان حبة الكاتشب اللي احنا بنحطهم دول عشان يديله برضو طعم حلو. انت بتجيبي حواوشي من بره او عيش باللحمة او عيش بالفراخ، مش بيديكي معاها كاتشب؟ احنا هنحط كاتشب برضو ونبقى احسن منهم كمان. يلا اقول لكم تصبحوا على الف الف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.